بطرابلس فتحت عيونها ولقت شخص جنب تختها عم يأشر لها مشان تسكت وما تصحي جوزها. وبعد ما زوجها هداها وغمضت فتحت عيونها ولقته حامل سكين عريض عليه آثار دم. أنا محمد عقيل وما بحكي خرافات قبل النوم، بحكي قصص رعب حقيقية. إذا بتسمع بالليل يمكن ما تنام. بداية أصدقائي وقبل كل شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نبدأ سعادة جديدة. بالجزء الأول سيدرا حكت كيف بلشت معها الأعراض بعمر 19 سنة وكيف اعترفت لها مرت أخو خطيبها، وبعد زواجها وانتقالها لطرابلس وصلت الأمور لدرجة إنه صارت تشوف ألعاب الغرفة عم تطلع فيها وتحكي معها بالليل. بس بليلة من الليالي المشهد تغير بالكامل. سيدرا بتقول إنه فتحت عيونها وشافت خيال شخص إجا لعند تختها، وبحسب وصفها كان لابس لبس أسود طويل وحاطط خاتم بإيده وما حكى ولا كلمة، بس ضل يأشر لها إنه تسكت وما تفيق زوجها. بالنسبة لها التهديد كان واضح، إذا حكت أو حاولت تصحي جوزها رح يقتلها. سيدرا ما قدرت تضل ساكتة مثل كتير من النسوان، صرخت وفاق زوجها على الصوت وهداها، صار يكبر عليها لحتى غمضت عيونها، وبعدها غمض زوجها عيونه كمان. بس لما فتحت سيدرا عيونها من جديد شافت الشخص مرة تانية. هالمرة كان حامل سكين عريض وعليه آثار دم، ورجع يأشر لها إنه تسكت ويهددها إنه إذا صرخت هالمرة رح يقتلها. بحسب روايتها بلش يقرب منها وهي خافت إنه يكون ناوي يعتدي عليها. صرخت مرة تانية بأعلى صوتها، زوجها فاق والخيال اختفى. بس القصة ما انتهت بهديك الليلة. سيدرا بتقول إنه الحالات صارت ترجع معها كل شهر مرة، وبعد فترة صارت تتكرر مرتين بالشهر. وبحسب كلامها إنه الدكاترة قالوا لها الأعراض يلي عم تمر فيها شبه أعراض السكتة الدماغية، ونصحوها تطلع لبرا وتتنفس منيح. بس سيدرا صارت تسأل حالها، وأكيد انتوا هلا عم تسألوا حالكم نفس السؤال، إذا كل يلي صار كان مرتبط بالقصة يلي بلشت معها بعمر 19 سنة، لأنه من هداك العمر لهلا شعرها يلي كان سميك خف كتير، ووزنها يلي كان تقريبا 55 كيلو نزل ووقف عند 45، لا عم يزيد ولا عم ينقص. كان عمرها 19 سنة لما بلشت القصة، واليوم صار عمرها 29 سنة، وبعدها انتقلت على بيت تاني بمنطقة تانية بطرابلس. بس حتى بالبيت الجديد بلشت ألعاب ابنها تطالع أصوات مرعبة بالليل، وباقي الألعاب كانت تطالع أصوات وتحكي بطريقة مرعبة. والتفصيل الأغرب بالنسبة لسيدرا إنه هالشي كان يصير لما زوجها ما يكون بالبيت، ويبلش من بعد الساعة 2 بالليل. برايكم أصدقائي، يلي كانت عم تشوفه وتسمعه ممكن يكون مرتبط بحالتها الصحية بالنوم، ولا أصوات الألعاب وحركاتها بالبيت الجديد له تفسير تاني؟ إذا عجبتكم هي القصة وحابين إنه تشوفوا قصة تانية، فأنا بنصحكم بحلقة حلاق طرابلس، انزلوا بالحلقات رح تشوفوها، أكيد رح تعجبكم أصدقائي. وبس هذا كان كل شيء. المهم هلأ رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبتكم الحلقة لايك وشير وريبوست. وإذا عندكم قصة حابين إني أرويها ببساطة فوتوا على أول ستوري عندي واكتبوا كلمة قصة، فورا رح أشوف رسالتكم وأرسلكم فورا. وبالنهاية وكالعادة ولازم أذكركم، لا تنسوا تضغطوا منيح، لأنه ما بتعرفوا مين رح يكشفكم الليلة. ولا تنسوا كمان قراءة المعوذات قبل ما تناموا أصدقائي. كان معكم محمد عقيل، سلام.